في عز الاحتفال، وأكبر ملوك الأرض بيسلم التاج لابنه. دخل عليهم شخص واحد بس قلب الفرح ده لبركة حمراء ملعونة. ثواني معدودة كانت كفاية عشان الحاكم يفقد أبوه وعرشه وحتى عينه اللي بتشوف النور، وتدخل الإمبراطورية كلها في أظلم فترة في التاريخ. زمان جدا الآلهة والبشر كانوا عايشين مع بعض على الأرض بسلام. أوزوريس الملك الطيب بيحكم أرض النيل الخضراء، وأخوه ست مرمي في الصحراء بياكلوا الحقد والغيرة. وفي يوم الموعود أوزوريس قرر يسلم الحكم لابنه هورس. الناس بتهلل والكل فرحان بيوم التتويج، بس فجأة زحمة الناس بتنشأ وبيظهر ست. مفيش كلام كتير، طعنة غادرة في بطن أخوه قدام كل الناس، والملك بيقع غرقان في لونه الأحمر. سيس بيعلن نفسه الحاكم الجديد وبيمسح كل قوانين الرحمة في لحظة. هورس شاف أبوه بيخلص بين إيده، الدم غلي في عروقه، سحب سلاحه وهجم على عمه بكل غل. المعركة قلبت وحشية، الاتنين اتحولوا لكيانات ضخمة بتطير وتضرب في بعض في الهواء. المباني بتنهار، الناس بتجري تصرخ، والتراب مالي المكان. لكن الغضب خلى هورس يغلط. ست أمر جيشه يعكسوا نور الشمس بالدروع في عين هورس. لحظة سهو واحدة كانت كفاية. ست نزل عليه بضربات كسرت عظمه، رماه على الأرض وبكل قسوة مد إيده خد عيون هورس الاتنين. صرخة هورس شقت السما وكان هيخلص عليه، لولا ان حبيبته هتحور اتدخلت ورمت نفسها تحت رحمة ست عشان تسيب هورس يعيش. ومن هنا بدأت الكارثة. مصر اتحولت لسجن كبير، والبشر بقوا مجرد عبيد. وسط كل الجحيم ده بيظهر شاب اسمه بيك، حرامي شاطر رافض يعيش عبد. حبيبته زايا كانت شغالة تحت ايد المهندس اللي بيبني مباني ست. زايا كان عندها ايمان اعمى ان هورس هو الوحيد اللي يقدر ينقذهم، وطلبت من بيك طلب مستحيل، يسرق عيون هورس من خزنة ست. اي انسان عاقل هيرفض، بس المفاجأة ان بيك ريل وعملها. اتسحب في الضلمة، نزل تحت الأرض وعدى من فخاخ مميتة، جسر بينهار تحت رجليه، وفي آخر ثانية خطف عين واحدة بس من عيون هورس المليانة سحر. رجع لزايا فرحان، بيهربوا مع بعض على الحصان والحرية قدام عينيهم. بس اللي جاي كان أسوأ. سهم طايش شق الهوا واستقر في صدر زايا. زايا طلعت روحها في حضنه وهو مش قادر يعمل لها حاجة. بيك بقلب مكسور راح لمعبد هورس المظلم. الحاكم المكسور حس بطاقة عينه وطلبها فورا، بس بيك قال له رجع زايا للحياة الأول. أصل هو اتجنن في دماغه واتهبل ومفكر إنه هو هيقدر يرجعها للحياة. هورس ما كانش يقدر يعمل كده، اصلا الهبل ما وصلش للدرجة دي، بس كذب عليه وقال له موافق عشان يستغله ويدخل هرم ست اللي متأمن كويس. الرحلة بدأت وما كانتش سهلة ابدا. هورس خد بيك وطاروا للفضاء، راحوا لجدهم راح حاكم الشمس اللي بيحارب وحش كوني مرعب اسمه ابو فيس، يعني تقريبا ابو فاسيا، مع اسماء غريبه بصراحه. ابو فيس عايز يبلع العالم كله. راح اداهم ميه سحريه تقدر تطفي قوه ست، بس رفض يتدخل بنفسه في الحرب دي. اول ما رجعوا الارض ست كان باعت لهم وحوشه. معركه طاحنه عند الشلال. هورس كان بيخلص عليهم واحد ورا التاني برمحه، بس اللي ما كانوش عاملين حسابه عاصفة رملية بتقرب عليهم بسرعة مرعبة. دول صيادين ست راكبين تعابين عملاقة بتنفخ نار. الهروب كان مستحيل، النار بتحرق كل حاجة وراهم، وهورس طاقته لسه مش كاملة. الصرخات، الدخان والشرر مغطي المشهد. هورس بيحاول يضرب التعبان
التعبان الأسود، وبيك بيشتت التعبان الأبيض لحد ما بيظهر هتحور في اللحظة الحاسمة، وبتسحر التعبان وتخليه يولع في نفسه بنفسه. لكن عشان يدخلوا الهرم كانوا محتاجين حاكم الحكمة سحت يحل لغز ابو الهول. معرفش ابو الهول عمل لهم ايه. بيك بذكاء شديد استفز غرور سحت وخلاه يجي معاهم عشان يثبت ذكائه، يعني ركبوه خلوه يعمل اللي هم عاوزينه. دخلوا الهرم، الرمل بيتحرك تحت رجليهم والحيطان بتتغير. ظهر وحش ابو الهول ابو الالغاز وسأل اللغز الوحيد اللي عارفه، ما بيستخدمش غيره. ما هو المخلوق الذي يمشي على 4 في الصباح وعلى 2 في الظهيرة وعلى 3 في المساء؟ انا لحد دلوقتي مش فاهم الاجابة ازاي انسان. سحت جاوب غلط في الاول والوحش هجم عليهم بشراسة، بس لحق نفسه في اللحظة الأخيرة وجاوب صح. وصلوا لمركز طاقة سيس. بيك هيرمي المية السحرية وفجأة سيس بيظهر من العدم بحركة سريعة. سيت بياخد عقل سحت نفسه وبيبص لبيك ويضحك عليه ويقول له انه حورس كذب عليه ومفيش حد بيرجع من الموت ابدا. لحظة انهيار تام لبيك، المية وقعت والهرم بدأ ينهار فوق دماغهم. حورس انقذهم بالعافية، بس الثقة اللي ما بينهم اتكسرت. هتحور ما قدرتش تشوف بيك مكسور كده، قلعت اسوارتها السحرية اللي بتحميها من الشياطين واديتها له عشان تحمي روح زايا في العالم السفلي. وفي ثواني الشياطين سحبوها للضلمة. تضحية قطعت قلب حورس نصين. عارف ان المشهد متكلف، مش عارف فايدتها ايه التضحية اللي ملهاش لازمة دي. لحد اللحظة دي سيت ما كانش بيلعب ولسه هيكمل. نار للفضاء، دمر جد حورس راع، خد رمحه فتح الطريق للوحش ابو فس انه يبلع عالم الاموات كله عشان سيت يعيش للابد. وهنا كل حاجة وصلت لنقطة النهاية. حورس طلع يواجه سيت فوق أعلى قمة في مصر، معركة حياة أو موت. الضربات بتهد الحجر، الشرر بيتطاير مع كل قبضة سلاح. سيت أقوى بكتير، ضرب حورس ووقعه على الأرض. بيك اتدخل عشان ينقذ صاحبه. سيت ضربه رماه من فوق المبنى، بس بيك وهو بيقع رمى العين التانية لحورس. حورس قدامه اختيارين، يمسك عينه وترجع له قوته او ينزل ينقذ بيك. حورس ساب عينه ونزل زي الصاروخ يلحق بيك قبل ما يخبط في الارض. وهنا حصلت المعجزة، حورس اتحول لشكله الاسطوري من غير العين. ادرك ان القوة الحقيقية في القلب مش في السحر. طار باقصى سرعة، هجم على ست هجوم كاسر، كسر جناحاته ورزعه في الارض وبضربة واحدة برمحه خلص عليه تماما. حورس طار بسرعة للفضاء، رجع الرمح الراع وأنقذ العالم من الوحوش. بس لما رجع الأرض لقى بيك بيلفظ أنفاسه الأخيرة من جروحه وبعدين روحه بتطلع. حورس شال صاحبه وحطه جنب حبيبته زايا عشان يرتاحوا مع بعض. بس راع ما بينساش الجميل، وبلمسة سحرية منه بيك وزايا فتحوا عينيهم تاني للحياة. ما تسألش ازاي. حورس اتوج ملك على مصر وغير قوانين الحساب. مفيش جنة بالذهب والفلوس، الجنة للقلوب الصافية والأعمال الكويسة بس. وفي أول لحظة له كملك خد أسور هتحور من بيك وفرد جناحاته وطار في السماء رايح يجيب حبيبته من وسط الشياطين. احيانا التضحية بكل حاجة انت عايزها هي الطريق الوحيد عشان تكسب كل حاجة انت محتاجها. وخلص الفيلم غريب الاطوار. قولي بقى رأيكم. اتمنى تكون استمتعت معانا وبقيت جزء من عيلتنا ولنا الاعجاب. اتمنى لك يوم سعيد مليان بالصحة والعافية، ومع السلامة، وهشوفك تاني يا اعز المشاهد.